هتعملي احلى محشي ورق عنب. ولو بتعمليه بطريقه مختلفه شوفي الطريقه دي وجربيها، متاكده انها تعجبك وهتجربيها. ولو اول مره برضو هتعملي ورق العنب او محشي ورق العنب، انصحك تتفرجي على الفيديو ده للاخر. لو حتى عملتيه لاول مره الكل هينبهر بجماله وبحلاوته وبطعمته. شوفي الفيديو علشان تتعلمي الطريقه، ولو عملتيها وطلعت معاكي ناجحه ما تنسيش ترجعي للفيديو وتكتبي تحت التعليقات ان الطريقه طلعت ناجحه معاكي علشان الكل يستفيد. ويلا بينا نشوف طريقه التحضير. بعد اننا هنبتدي نسلق ورق العنب بتاعنا. في حله فيها ميه زي ما انت شايفه كده، هضيف فيها ملعقه من الملح، ملعقه كبيره من الملح، واسيبها على النار لحد ما تبتدي توصل لدرجه الغليان. في الوقت ده هكون جايبه ورق العنب بتاعي وهغسله كده في طبق مليان ميه، هغسله كويس جدا من اي شوائب او اي طينه. انا عاده بس بغسل ورق العنب قبل ما اسلقه، لازم تغسليه من اي شوائب فيها علشان يكون نظيف، لان احنا عارفين ان كل الورقيات لازم تتغسل بشكل كويس لان بيكون فيها حاجات مش كويسه. بعد ما غسلت ورق العنب بتاعي هيكون الميه ابتدت توصل لدرجه الغليان زي ما انت شايفه كده. هنزل بورق العنب بتاعي في الحله لحد ما تاخد الكميه المناسبه. هسيب ورق العنب يتسلق براحته حوالي 5 دقائق مثلا. هتعرفي ازاي ان ورق العنب بتاعك اتسلق وبقى تمام؟ اول ما تمسكي العود بتاعه كده وتخلعيه هيتخلع معاكي بكل سهوله بدون اي مقاومه، يبقى كده ورق العنب بتاعك اتسلق. هو عاده ورق العنب اول ما بينزل في الميه بيبتدي لونه يقلب على اللون الزيتي التقيل زي ما انت شايفه كده. ده دليل ان ورق العنب بدأ يدخل في التسويه. وقلبيه باستمرار علشان كل الكميه بتاعتك تاخد نفس درجه التسويه. هكون معاكي خطوه بخطوه في محشي ورق العنب من بدايه السلق لحد ما نحشيه ولحد ما نسويه ونخرج بالطبق النهائي او الشكل النهائي على السفره. بعد ما ورق العنب بتاعك يتسلق وياخد التسويه بتاعته المظبوطه هتبتدي تشيليه من الميه وصفيه كويس من الميه، وخلي بالك علشان الميه بتكون سخنه جدا وربنا يسلمنا جميعا. دايما وانت في المطبخ خلي بالك من البوتاجاز، من النار، من اي حاجه ممكن تضر بسلامتك الشخصيه بعد الشر. ده ضروري جدا جدا. احنا طبعا هنعمل احلى اكل وبرده هنحافظ على سلامتنا الشخصيه. بعد كده بدات ارفع ورق العنب او كميه ورق العنب اللي انا سلقتها بالشكل ده وخرجتها على طبق جانبي، وهسيبه لحد ما يبتدي يبرد تماما. في الوقت ده هنسيب ورق العنب يبرد براحته. هنبتدي نجهز مع بعض خلطه المحشي، الخلطه السريه اللي هنعمل بيها محشي ورق العنب. احلى خلطه ممكن تعمليها في حياتك لورق العنب، بجد تحفه. في البدايه معانا المكونات بتاعتنا: بصل مقطع مكعبات صغيره وانا مقطعها بالسكينه مكعبات صغيره، انا عايزاها كده. ومعانا بصله بقى مبشوره او مفرومه فرم ناعم، هقول لكم هنستخدمها في ايه. معايا كزبره او الخضره بتاعه المحشي، معانا الملح والبهارات، ومعانا الرز المصري بتاعنا، وعصير طماطم مضروب في الخلاط بكميه قليله من الميه. يبقى بصل مقطع مكعبات صغيره، بصله ثانيه مفرومه او مبشوره فرم ناعم، كزبره خضراء وبقدونس وشبت، معايا الملح والتوابل بتاعته، ومعايا ملعقه كبيره من الثوم المفروم. وهاتي الحله بتاعتك وتعالي معانا على البوتاجاز. معانا الحله هنضيف فيها الماده الدهنيه سواء زيت او سمن على حسب رغبتك. انا هنا استخدمت شويه من الزيت عليهم ملعقه كبيره من السمن زي ما انت شايفه بالشكل ده. اول ما تبتدي تسخن هنزل بيه البصل المقطع مكعبات صغيره، وهسيب البصل بتاعي يتشوح او ياخد التحميره المظبوطه. هبتدي اقلبه كده لحد ما يتحمر معايا، وما تخليش النار عاليه جدا، خلي النار وسط علشان البصل بتاعك يتحمر وياخد لون حلو ويستوي. لكن لو خليت النار عاليه هيتحرق منك ومش هتاخدي منه اي طعم ولا اي ريحه. لازم تكون النار بتاعتنا متوسطه. خدي مني كل النصايح في الفيديو ده، هتطلعي باحلى خلطه محشي ممكن تعمليها في حياتك. بعد كده اول ما البصل بتاعي اخد بقى دبلان كده واخد اللون المحمر بتاعه، هبتدي انزل بيه الملعقه الكبيره من الثوم المفروم واقلبها كويس. وعلى طول اول ما الثوم بتاعنا يبتدي يطلع الريحه الحلوه بتاعته هننزل بيه عصير الطماطم على طول كده زي ما انت شايفه، واقلب الطماطم كويس جدا مع البصل والثوم. وبعدين هضيف الملح والتوابل والبهارات بالشكل ده. الملح هتظبطيه على حسب رغبتك. انا ضفت ملعقه صغيره من البهارات السبعه، وكمان ملعقه صغيره من كل حاجه، من الفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه، ملعقه صغيره من البابريكا والكركم. هنسيب الصلصه بتاعتنا لحد ما تتسبك بالشكل ده او تتقل زي ما انت شايفه بالشكل ده. وبعدين هكون عندي غسل الرز ومصفيه كويس جدا من الميه، هبتدي اضيفه على الصلصه بتاعتنا. بعد ما ضفنا الرز على الصلصه هنبتدي نقلب الرز كويس جدا مع الصلصه بالشكل ده. قلبيه بالشكل جيد جدا، وما تقلقيش من كميه السوائل دي الرز هيتشربها لان انا فارمين الطماطم باقل كميه من الميه. بعد كده لسه فاضل عندي البصله المبشوره او المقطعه ناعم جدا. هنضيف عليها ملعقه صغيره من الملح وملعقه صغيره من الفلفل الاسود والكمون والكزبره الناشفه او نص ملعقه صغيره لان احنا مستخدمين بصله صغيره، او كمان ممكن تضيفي ملعقه صغيره او نص ملعقه صغيره من البهارات السبعه وتكتفي بكده. هنبتدي نقلب البصل كويس جدا مع التوابل دي والملح، او ندعكها بايدينا كده لحد البصل ما يبتدي ينزل الميه. بعد كده هضيفها فوق الخلطه دي.
بصراحه دي خطوه لو عملتيها هتفرق معاكي جدا في طعم المحشي وهتوديه في حته تانية. جربيها وان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها وتعملي بيها خلطه المحشي مع خلطه المحشي مع خلطه الرز والتسبيكه. بعد كده هنبتدي نضيف البهارات، الكزبره الخضراء والشبت والبقدونس الاخضر. انا غسلته وصفيته كويس جدا من الميه وغسلاه كويس جدا، لان انا لازم اي ورقيات لازم تغسليها كويس جدا جدا. وكمان في الاخر هتجيبي طبق فيه شويه ميه وتضيفي عليه ملعقه كبيره من الخل وتسيبيهم شويه، وبعد كده هتصفيها وتغسليها. ده يضمن ليكي نظافه اي ورقيات بتستخدميها في الاكل بتاعك، مهمه جدا زي ما قلت لك. وبنضيف الخضره دي في الاخر علشان تحتفظ بشكلها وبلونها الحلو زي ما انت شايفه بالشكل ده. كمان الرز تشرب كل السوائل اللي كانت موجوده، وده يعني نجاح خلطه المحشي بتاعتك. يبقى خلطه المحشي بتاعتنا عشان تكون ناجحه لازم تكون مفيش فيها اي سوائل، والرز بتاعنا تشرب كل السوائل والطعم الموجود. هتاخدي احلى خلطه محشي ممكن تعمليها في حياتك. وبكده نكون خلاص خلصنا خلطه المحشي بتاعتنا. عايزه اقول لك لو كمان لو لقيتي شويه من السوائل البسيطه في المحشي بتاعي في الخلطه، اطفي النار خالص، اطفيها خالص وغطي الحله بتاعتك وسيبيها لمده 10 دقائق او 5 دقائق. هتلاقي الرز تشرب اي سوائل زياده، هتكون طبعا كميه بسيطه يعني، ده لو كميه بسيطه. بعد كده خلاص كده احنا عندنا الخلطه بتاعتنا جاهزه والحله بتاعتنا اللي احنا حاطينها فيها الفرشه. هقول لك الفرشه دي عباره عن ايه. عباره عن عيدان اللي انا اخدتها من ورق العنب حطيتها تحت خالص، وبعد كده قطعت بصله شرائح وطماطم وفلفل اخضر مقطعهم شرائح ورصيتهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. عاطي شكل حلو. كمان الفرشه دي مهمه علشان المحشي بتاعك ما يتلسعش من تحت او ما يتحرقش. بالاضافه ان ريحه وطعم الفرشه دي بتكون جميله جدا جدا مع المحشي، وكمان بتدي شكل حلو في الاخر بيفتح النفس. بعد كده هنبتدي نلف المحشي بتاعنا. ورقه العنب بيكون لها جنبين، جنب بيكون خشن شويه والجنب الثاني بيكون ناعم. الجنب الخشن ده اللي هنحط عليه الرز او الخلطه بتاعتنا، وهنبتدي نقفل. والجنب الناعم هو اللي بيكون ظاهر في الشكل الخارجي زي ما انت شايفه بالشكل ده، لان ده اللي بيدينا النتيجه النهائيه في الاخر لشكل ورق العنب بيكون كله حلو زي ما انت شايفه كده. وكمان ضيفي كميه الرز المتناسبه مع ورق العنب، ما تخليش الرز زياده قوي ولا قليل قوي علشان يستوي بشكل كويس، لان كمان حجم الرز بيزيد مع السوى. ابتدي رصي زي ما انت شايفه كده الحله بتاعتك، واستعيني بالله دائما. دايما لما نيجي نعمل اي حاجه نستعين بالله ونذكر ربنا، وده هيفرق جدا معانا في اي حاجه. وربنا يعينكم جميعا على كل حاجه بتعملوها في حياتكم. واستعيني بالله واذكري الله لما تكوني بتعملي اي شيء علشان ربنا يعينك وكمان يوفقك في الحاجه اللي انت بتعمليها وتطلع معاكي كويسه جدا. صدقيني والله ذكر ربنا والاستعانه بالله في عمل اي شيء، سواء الطبخ او سواء بتعملي اي حاجه في بيتك، ده بيكون له سبب كبير جدا في ان ربنا يعينك بدون تعب، ويعينك ان انت تخلصي كل مصالحك. والحمد لله على كل حال، وربنا يعينكم جميعا على كل مصالحكم وتعملوا احلى اكل من ايديكم لاحبابكم ولاهلكم ولاسرتكم. بعد كده احنا كده خلاص هنبتدي نرص حله ورق العنب. وكمان راعي ان انت ترصي بانتظام، ده مش عشان الشكل بس ولكن كمان علشان لما بتضيفي كميه المرقه بتخلي كميه المرقه تتغلغل داخل المحشي كله او الحله كلها، وكمان هيساعد على التسويه المظبوطه بتاعتك. يبقى لازم نرص المحشي بتاعنا بشكل كويس، وكمان عشان لو هتقلبي محشي ورق العنب يكون شكله مرصوص بشكل كويس يفتح النفس لاي حد. وبكده نكون اخذنا كل النصائح للف محشي ورق العنب. ودي الشكل النهائي ده بعد ما خلصنا كل الكميه بتاعتنا. جبت ليمونه كبيره غسلتها الاول طبعا وقطعتها شرائح صغيره، شرائح زي ما انت شايفه بالشكل ده كده، وحطيتها فوق المحشي بتاعنا بيدي في النهايه طعم جميل للمحشي. هنا ابتديت اجهز المرقه اللي انا هسقي بيها المحشي بتاعي. المرقه دي عباره عن، هي مش مرقه شوربه، ولكن لو ما فيش عندك مرقه لاي نوع من اللحوم، سواء لحم، سواء مرقه لحم او فراخ او شوربه اي نوع يعني، لو ما فيش عندك شوربه المرقه دي هنجهزها مع بعض. وهي عباره عن ميه فيها طماطميه مضروبه في الخلاط، وكمان ملعقه من الصلصه وملح وبهارات مشكله وورق لورا، بيكون طعمها حلو جدا. بعد كده ابتديت اضيفها على الحله بالشكل ده، وراعي ان كميه السائل بتاعتك ما تعديش الطبق اللي فوق، يعني بتكون تحت اول صف بالظبط، ولما تميلي الحله بتبان. بعد كده استخدمت الطبق اللي انت شفتيه ده، حطيته قبل ما اسوي المحشي ورق العنب. الطبق ده بيساعد او اي حاجه عندك بتساعد ان انت تضغطي المحشي بتاعك، فبالتالي المحشي بتاعك ما بيفكش، وكمان بيساعد على التسويه المظبوطه بحيث يكون المحشي بتاعك ما يفكش معاك ويكون اخد الشكل بتاعه المظبوط. بعد كده هسيب المحشي بتاعي على درجه حراره عاليه اول 10 دقائق. بعد كده هبتدي اخلي درجه الحراره هاديه جدا واغطي عليه واسيبه براحته ساعه ونص لحد ما يبتدي يستوي وياخد التسويه بتاعته المظبوطه. ونصيحه، ما تفتحيش كل شويه الغطا على الحله، سيبيها لحد ما تستوي براحتها تماما، ولكن تخلي درجه الحراره منخفضه جدا. بعد كده ما خلصنا عشان تقلبي محشي ورق العنب ويكون معاكي بالنتيجه دي زي ما هو طالع معايا. اول ما تطفي عليه النار خليه متغطي حوالي 5 دقائق او 10 دقائق، خلي الحله متغطيه. بعد كده شيل الغطا وابتدي اقلبيها في الطبق او الصينيه اللي هتقلبيها عليه، وبرده خليها شويه كده لحد ما كل المحشي بتاعك ينزل معاكي بالظبط زي ما انت شايفه كده. ده شكل محشي ورق العنب بعد ما قلبناه. طبعا العيدان اللي على الوش دي هنشيلها، بس انا عايزه اوريكي شوفي محشي ورق العنب طالع معانا ازاي، والحله كمان مفيش فيها اي حاجه ومش محروقه من تحت ولا اي شيء زي ما وريتها لك.
هنبتدي نشيل العيدان دي بالراحه كده. طبعا الريحه كانت جميله جدا وتفتح النفس. وده شكل الطبق النهائي بتاعنا بتاع محشي ورق العنب. طبعا محشي ورق العنب شكله بيتكلم عن نفسه. عايزه اقول لك لو استفدت من الفيديو ده باي معلومه اضغطي على زر اعجبني لدعمنا ودعم القناه، وكمان شارك الفيديو ده مع اي حد تتمنى ان هو يتعلم الطريقه وتطلع معاه حلوه، او اي حد بيحب محشي ورق العنب. عايزه اقول لك ان التسويه 100% مظبوطه، ناجح بكل المقاييس. جربيه، ولو عجبتك الطريقه واستفدت منها ارجعي تحت الفيديو واكتبي التعليق الحلو. الفيديوهات والمزيد من المعلومات عن الطبخ في القناه عشان افيدك وافيد غيرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.